هقولك على حاجات لو عملتيها هتهز النرجسي من جواه. النرجسي ما بتوجعش لما بتعيطي، بتوجع لما تبطلي تحتاجيله. هو عايش طول الوقت معاكي على فكرة انك موجودة علشانه، انك هتسامحي، هترجعي، هتستحملي. اكبر صدمة ليه انه يكتشف انك كملتي من غيره ولا حتى بتفكري حتى فيه. ده طبعا بعد ما حاولتي انك تتعايشي معاه وفشلت بكل الطرق. للأسف النرجسي مش بيخاف من انه يفقدك، هو بيخاف من انه يبقى عادي في حياتك. ازاي توصلي النرجسي للندم بجد؟ مش بالكلام، بالصمت. الصمت الذكي، مش بلوك وانفعال، صمت هادي، ثبات انفعالي. النرجسي بيموت من الأسئلة اللي ملهاش إجابة. النجاح اللي ملوش دعوة بيه. يعني ايه؟ اعملي اللي كنت مأجلاه علشانه، اهتمي بنفسك، انجحي. الوقت اللي بيوصلك فيه للزعل والخنقة اعملي العكس، اضحكي وافرحي. مش علشان تغذيه، علشان ترجعي نفسك. ولا تشرحي ولا تدافعي. النرجسي بيستمتع انه يخليكي تبرري. انت لما تبطلي تشرحي هو يبدأ يشك في نفسه، وده عذابه الحقيقي. خليه يخرج من حياتك صغير. لو غلط غلطة في حقك، غلطة لا تغتفر. لو كسرك خليه يخرج من حياتك وهو عارف انه شيطان. كفاية انه يعرف انه مش محور الكون، مجرد شخص فشل يحتفظ بيكي. الندم الحقيقي مش دموعه، الندم انه يفضل فاكر انك اعظم خسارة في حياته. واخر كلامي، جملة تقفلي بيها اي باب للنقاش لو اضطريتي تتكلمي: انا اخترت نفسي وده قرار مش محتاج نقاش. خليكي هادية وواثقة من نفسك. الكلام ده بيوجع اكتر من 1000 شتيمة. وافتكري دايما النرجسي ما بيتعالجش بالحب ولا بيتكسر بالانتقام، بيتدمر لما يفقد السيطرة عليكي. وانتي اقوى من انك تكوني رد فعل لشخص هو مش شايف غير نفسه وبس.